السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا حبايبي عاملين ايه؟ بصوا بقى اللي قدامكم دي كيكة المج. قاعدة انا وابني كده بقى في البلكونة، بقول له اعملي كوباية قهوة يا ابني وهات حاجة مسكرة. قال لي مفيش حاجة مسكرة، خدي بلحة. قلت له لا لا، طب استنى بقى. قمت حلم برجلين، طبعا انا في الحلويات ايه ما اقولكوش رهوان. اوعى ولا كده، قمت قايمه عملت بقى كيكه المج بالشوكولاته. ما اقولكوش الكوبايه اللي قصادكوا دي كنت جايباها لرمضان عشان اعمل لكم فيها الكنافه المج. بلانيل عليا، ما عملتش حاجه اصلا. قلت لا، طب تعالوا بقى نستغلها في ايه. انا اقوم اعمل لكم فيها الكيكه التحفه. بص عشان ما اطولش عليكم في الكلام، انا جبت كوبايه ديت، اي بقى مج كوبايه اللي عندك، بس اللي هو انت تعرفي ان هو ينفع للميكرويف. نزلت عليها معلقتين سكر كبار، معلقتين دقيق، يعني معلقتين دقيق ما يعادلها معلقتين سكر كبار، معلقه كاكاو خام اللي هو الاسباني، ربع معلقه بيكنج باودر، فانيليا. اي نعم احنا مش هنحط زيت، مش هنحط بيض، بس الفانيليا بتديها نكهه حلوه قوي. حطيت ذره من الملح اهي. بصوا الفانيليا اهي. هحط معلقه كبيره من الزيت، هحط لبن. اللبن يا جماعه ملوش معيار، حسب ما بتلاقيها قدامك، ولا خفيفه ولا تقيله، يبقى هي كده مظبوط. يعني ما يعادل معلقتين لبن كبار. يبقى معلقتين لبن كبار، معلقه زيت، معلقتين سكر، معلقتين دقيق كبار يا جماعه، رشه ملح، ربع معلقه من البيكنج باودر والفانيليا السايله، هتديكي تيست حلو قوي. هتقلبي كله لحد ما تديكي القوام بتاع الكيك بتاعنا العاديه. عايزه تعمليها في الصينيه، هتضعفي طبعا كل الكميه بتاعتك دي. وانا رحت مقلباها. طبعا انا كنت عامله اتنين قبل ما ابدا معاكم، قلت عشان ما اطولش عليكم الفيديو هعمل معاكم واحده بس. وقمت جايباهم. طبعا الكوبايات دي حلوه في ايه يا جماعه؟ نسيت اقول لكم، كان عندي طبعا نوتيلا، حطيت معلقه من فوق بتديكي طعم حلو قوي. بس بقول لك ما تشغليش بالك، ما عندكيش نوتيلا ولا اي حاجه، حطي كده في الميكروويف وهتطلع معاكي رهيبه 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 يعني. اوعي توقفي نفسك. عندك صوص شوكولاته حطيها بعد ما تطلع. عندك حته شوكولاته كده تقومي حطاها في قلبيها. حطيتها في الميكروويف قيمه دقيقتين بالظبط يا جماعه، انت هتشمي الريحه. قمت مطلعاها وقمت ماسكاها بقى، حاطه كده فيها بقى ايه، سكر بودر من بتاع العيد بقى يا جماعه. وقمت مرششاه عشان تنطقها لي، عشان ما تبقاش سودا. عايزه اقول لكم ابني واقف جنبي بقى عمال ايه، اديله بياكل اديله بياكل. والحته اللي كان فيها النوتيلا طلعت سايحه، بصوا. وعايزه اقول لكم انتوا ممكن كمان تفضوها، بس انا ما رضيتش افضيها. قلت عشان الاولاد ياكلوها ايه كده، لان انا عندي في اتنين بيحبوا الشوكولاته وواحد ما بيحبش الشوكولاته، فما عملتش حسابه. فعايزه اقول لكم ممكن لو انا كنت عايزه افضيها كنت هفضيها عادي، وكانت هتطلع شكلها احلى كمان من الكوبايه. جايلك ضيوف في ثانيه، في ثانيه الا ثانيه، قومي بسرعه اعملي. مش هتاخد معاكي، ده بقولك معلقتين دي يا جماعه ومعلقتين سكر، ولا تروحي تجيبي حلويات بالغلا والجو اللي احنا فيه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو كيكه المج اللي هتعمليها معاكي في اقل من مينت بقولك فوق 30 ثانيه بالظبط. وطلعت معايا يا جماعه فظيعه فظيعه فظيعه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه. لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير، وما تكسليش قومي اعملي لك يلا مج جنب كوبايه القهوه. بصوا انا بكلمكم بقى بعد ما بشرب القهوه، انا لسه عاملاها حالا. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد من مطبخ سالي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.